المشاهدين، نحن نتحدث أو نتوقف عند الحالة الأبرز في هذه المباراة التي تم احتساب من خلالها ركلة جزاء عند الدقيقة 90. دومينيس كومينا في المنطقة الأخرى يحاول التقدم. هناك كثافة عددية باللاعبين، 4 لاعبين من باريس سان جيرمان، تسدد من تالوت ومن ثم تصطدم باليد. طبعا لمسة يد موجودة، والدليل على ذلك بأن الحكم طبعا عرف تماما أن هناك لمس غير اتجاه الكرة، وإن كان هذا اللمس حتى في اليد فهو يعتبره بأنه لمس غير متعمد. لكن سنعود للقضية الأساسية، وأتمنى العودة قبل التسديد لنرى. نتوقف هنا دالوت وهنا كيمبيبي، يلحظ الكرة بشكل كافي وصحيح، يده تقريبا على أخفض من الكتف بقليل، تتحرك الكرة، تسدد بمسافة قريبة، صحيح هذا لصالح اللمس الغير متعمد. لكن سنلحظ اليد كيف تتحرك وهو ينظر باتجاهها، تتحرك الكرة اليد إلى الأسفل، وهو كان يشاهد بعد لحظة التسديد، وبالتالي يعرف مسارها، وبالتالي هذا اللمس هو لمس متعمد يحاسب عليه القانون، لأن حركة اليد هي الأساس فيما يتعلق بموضوع تقييم حالة التعمد. والحالات الأخرى من قصة المسافة، قوة وسرعة الكرة هي عوامل مساعدة وليست أساسية. ونتذكر لمسة اليد في مباراة نهائي كأس العالم فرنسا وكرواتيا التي جاءت من مسافة قصيرة، لكن كان هناك حركة من الأعلى إلى الأسفل باليد، وبالتالي طبعا الحكم دومينيس كومينا احتسب ركلة ركنية لاعتبار أن هذا اللمس إن شاهده بدقة فهذا اللمس لمس غير متعمد، معتمدا على قرب المسافة، وليس طبعا لديه زاوية الرؤية ليتمكن من ملاحظة كل تفاصيل انخفاض اليد من الأعلى إلى الأسفل باتجاه مسار الكرة لإيقافها، وبالتالي احتسب ركنية. لكن الفار هنا يتدخل ليطلب من الحكم العودة إلى المشاهدة والتدقيق بالحالة ليتخذ القرار الذي يراه مناسبا، حيث طبعا بعد أن شاهد الحالة على شاشة في الملعب طبعا ذهب باتجاه تعديل قراره واحتساب ركلة جزاء، واعتقد بأن هذا القرار هو قرار صحيح. هذا ما. شكرا كابتن جمال الشريف. في 11 أبريل من 2018 خرج بوفون من دوري الأبطال بركلة جزاء سجلت في الدقيقة 97 من كريستيانو رونالدو في البرنابيو. بعد أقل من سنة في 6 مارس 2019 يخرج كذلك من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة في الدقيقة 94 من راشفورد. هذه